حيرة. قال أبي: لا تقصص رؤياك على أحد. قال أبي: لا تقصص رؤياك على أحد، فالشارع ملغوم بالآذان، كل أذن يربطها سلك سري بالأخرى حتى تصل السلطان. شيزوفرينيا. في وطني يجمعني الخوف ويقسمني، رجلا يكتب والآخر خلف ستائر نافذتي يرقبني. قافية. أخذت الحياة على محمل الجد دهرا فأتعبني حالها، رأيت بكنه اليقين منازلها قلبا، يعلو المنابر جهالها ويكري المحاصيل أنذالها وينهش في قيلها قالها، فغسلت كفي عنها ثلاثا وأضربت عما تزاحم سؤالها، فما عدت أحسب إن شرقتني وإن غربتني وإن أصعدتني وإن أنزلتني، فدولابها لا يقر على حالة وإن صدقت في عيون المغفل آمالها. رقعة وطن. ارتبك الملك وهو يرى جنوده محاصرين من كل الجهات، والمدافع الثقيلة تدك قلاع قصره. صرخ: أين أفراسي؟ فطست: يا مولاي. أين وزير الدولة؟ فر مع زوجتك يا سيدي في أول المعركة. تنحنح الملك معدلا تاجه الذهبي وعلى شفتيه ابتسامة دبقة، ولكن أين شعبي الطيب؟ لما أعد أسمعه منذ سنين. فانفجر الواقفون على جانبي الرقعة بالضحك: لقد تأخرت يا سيدي في تذكرنا، ولم يبق لنا سوى أن نصفق للمنتصر الجديد. سذاجة. كلما سقط دكتاتور من عرش التاريخ المرصع بدموعنا التهبت كفاي بالتصفيق، لكنني حالما أعود إلى البيت وأضغط على زر التلفزيون يندلق دكتاتور آخر من أفواه الجماهير الملتهبة بالصفير والهتافات، غارقا في الضحك من سذاجتي التهبت عيناي بالدموع. أدري أنك لست كما السجان الآخر لا يترك لي شيئا لأعيش. شكرا إذ تترك لي قفصي مفتوحا، لكن وقصصت جناحي ونتفت لي الريش. وشكرا. الشاعر الثاني فهو فائق، وإذا آمنا بأن لكل إنسان من اسمه نصيب فإن فائق له من اسمه كل نصيب، فهو فائق رائق وللشعر معارق، في مضاربه مفتون وعاشق، لذا أقرئه السلام وأدعوه لتقديم وجبته الشعرية مصحوبة بأحلى الكلام. شكرا جزيلا أبا سفيان. ومدير الأمسية هو شاعر متقاعد، لذلك سأبدأ بتجربتي التويترية في الشعر، مررت بتجارب مختلفة في الشعر، آخرها التجربة التويترية التي تفرض عددا محدودا من الكلمات. يقول شاعرنا أبا سفيان العرفج: يا أخي في الله ثم التوترة، قم بنا نخطو تجاه المحبرة، قم بنا نكتب شيئا جيدا، فالفضاء الرحب لا لن نخسره. فدخلت هذا العالم وكتبت طبعا في تويتر نوعا من التدوين اليومي، فهذه عادة لها أحداث ربما تعرفونها من الأبيات والعبارات. سبحان من نقل الطغاة من القصور إلى الحفر، سبحان ذي الجبروت من أخزى جبابرة البشر. 20 أكتوبر.
يا عزيزي البو عزيزي، مت حرا فاستعار الثأر نارك، واسترد بها ديارك، واستمرت شعلة التحرير حتى أحرقت حسني مبارك. يا سيد التاريخ، الحق لا يشيخ، لو أنصف الرؤساء والأمراء ما ظل فينا الفقر والفقراء. إليه مع التحية. يا صاحبي لم الغرق، لأجل من؟ سيصرخ الجميع، ستذبل الحلوق، سيجدب الصدى، ووحدنا من يشرب الأسى. سيدفن الكلام في غيابة الكهوف، وتصبح الأفكار في سمائنا طيور من ورق تطير تحت إمرة الرياح كيفما اتفق. الليل يمقت النهار، والنائمون يطفئون شمعة الصباح، ويقذفون من يصيح في الصحراء حي على الصلاح. إذا أردت أن تعيش في الظلام لا بد أن تنام، فالشمعة التي تضيئها ستحرقك في هذه الأزمان. يا صاحبي لكل شيء حولنا وفوقنا ثمن، لصمتنا ثمن، لقولنا ثمن، فهل تلوم المودعين صمتهم في مصرف الزمن؟ انتهى الدور ولا؟ طبعا بما أن الحضور أكثره من النساء، فقلت سابقا النساء نصف المجتمع ومدرسة للنصف الآخر، فهم كل المجتمع. ما صفق النساء. عنصرية. في اليوم العالمي للمرأة، الناس مصدرهم نساء، والأرض من غير النساء ككوكب لا ماء فيه ولا هواء. العاطلون عن الحب ينامون مبكرا. كانت على متن الهواء مضيفة، فغدا الهوى فيها المضاف إليه. إعراب الحب المنع من الصرف لدى الأعراب. إن قلبي بدوي، كلما لاح له برق من العشق ارتحل. ما الذي أبقيت فيني يا أنا غير شعري وغرامي والمنى؟ كنت تقسو عندما كنا هناك، وتعود اليوم كي تقسو هنا. صباحك سكر يذوب بحب على شفتيك، فتحلو وتسكر. ما أجمل الغين وسط الراء من فمها، ضيف على أبجديات المحبين. الحب عقد كفاح، ابتعادي عنك يوصلني إليك. على أنغام بنت النور تصف الذكريات، فتخرجين كنجمة في أول الطابور. سامح الله فايق فقد أثار الشجون. أما الشاعر الثالث فهو عادل، وعادل هذا الشاعر الذي كل ما فيه يوحي بأنه ينحاز إلى الخير والجمال والحق، فكأنه فيلسوف. عادل، إنني أدعوك لتصحبنا معك إلى رحاب القصيدة. الآن بالضبط أدركت حجم الحماقة التي ارتكبتها بصراحة بعد شاعرين، أستاذنا عدنان الصائغ. أنا كنت في يوم من الأيام لا أحلم أن أكون مكانكم من جمهوره لأستمع له. اليوم أجلس بجواره، لست شاعرا بجوار عدنان. والمختبئ فائق يعني مخبي هذا فين منك زمان. طيب طيب
لذلك اعتبروا كل ما تسمعونه مجرد خربشات. طالما بينهن وبين سموك أزمنة شاسعة، ما عساها تضيف لنا نشرة التاسعة. على مرمى وطن. أشعر أن هذه القصيدة قريبة مني ولعلها تكون قريبة منكم في ظرفكم. السنة الماضية قضيت عيدين كلها هنا في بريطانيا، بعيد عن الأهل، بعيد عن الوالدة، لأول مرة أسويها، بعيد بظروف الدراسة. العيد الآخر التالي كان بعد أكثر من سنة ونصف تقريبا، كان في السعودية، فكانت هذه القصيدة ثمرة لذلك العيد. وطني ويحلو في فمي مر الكلام، وطني وتصبح كل ذكرى شمعة تزهو على جسد الظلام. بالأمس كنت أغص ألتحف الحنين، يؤزني ماء وطين أبكي، فأجرح خاطر الليل الطويل ولا أنام. بالأمس كان الشعر ملحا في فمي، بالأمس كان الشعر ملحا في فمي، شفتاي يأكلها جفاف البعد والأشواق تشرب من دمي. بالأمس كانت كل قافية تخبئ تحت مسفعها جرابا من دموع، ولها يصلي في خشوع، حزنا يطير من الضلوع إلى الضلوع. بالأمس كانت كل قافية تخبئ في ملامحها ابتهالات المسافر للرجوع. بالأمس كان العيد فرحا ناقصا، طفلا لديه من المباهج ما لديه، لكنه يبكي الحنين لوالديه. العيد في البلد الغريب، العيد في البلد الغريب حكاية أخرى على شفة الزمن، مر حلاوته الهوى، حلو مرارته النوى، فرح تمسده يدان من الشجن. العيد في قلب الغريب فراشة تغفو فيورق في وسادتها وطن. العيد ولهفي هنا أمي، ورائحة الطفولة والأحبة والصحاب. العيد يا وطني هنا طهر وقبلة عاشق والها على هذا التراب. بركات الوالدة. طيب هذه تجربة أخرى حصلت هنا في بريطانيا، تجربة قاسية مررت بها، أشارككم فيها. أقرب الميكروفون. طيب ببساطة صار لي حادث، كنت بسيارتي وصار لي حادث شنيع، ويعني قدر الله ولطف. الحادث كان يعني قاسيا، لكن الحمد لله. ببساطة خرجت من البيت مستعجلا لأمر ما، وأنا خارج تركت كتبي مفتوحة، الكمبيوتر، زوجتي تضع في الجيب ورقة الطلبات، نجلاء بنتي، نجلاء بابا تنادي، ما رديت عليها، مستعجل يمديني أرجع، وفجأة صار الحادث. هذا اللي أقوله صحيح، ليس قول شاعر، يعني ما هو فعلا قول حقيقي. دخلت في ما يشبه الغيبوبة. المسألة ما هي مثل الأفلام، تضع وصيتك وتجهز الأمور وتطمئن على أهلك وتقفل حسابك في البنك. لا، الأمر يأتي فجأة. أنا أغيب في ما يشبه النفق، أغيب، أشعر بنفسي حيا لكنني أغيب. هو نفق مظلم في النهاية.
هل أنا أموت؟ هل أنا أموت؟ هل أنا أموت؟ فجأة سمعت صوت من البعيد يقول: يا الله يا كريم، يا الله يا كريم. الصوت يقترب يقترب يقترب. أنا قاعد أقول يا الله يا كريم، صحوت يا الله يا كريم. ربكم ستر. هنالك في الظلام وجدت روحي، هنالك في الظلام وجدت روحي تلملم ما تساقط في سفوحي. من الركن القصي جذبت حتى تبلل كل عمري من جروحي. هنالك قد غفوت وكنت قبلا أغط في صحو جموحي. أعلل بالظنون يقين نفسي وأخلط في مخاتلتي وضوحي. وأهرب من قضائي بانشغالي كأن الموت يمنعه طموحي. يطاردني وألهو ويح نفسي. هنالك لم أجد إلا ضريحي. وبابا لم أعد أقوى جوابا على بابا وينهشني نزوحي. رحلت وهذه السكرات موتي، هوى ما قد بنيت من الصروح. هنالك في الظلام سمعت صوتي بيا الله يعيد إلي روحي. يا الله يا الله. هذه الجولة الأولى، وبقي لنا 3 جولات، كل جولة لكل شاعر ما بين 3 إلى 5 دقائق. نعم. قالوا إن الشعر رقص والنثر مشي، أما هذا الساحر المبدع عدنان الصايغ فهو يرقص ويمشي على نميم الإبداع. فليتفضل في الجولة الثانية. قبله وهما يتكئان على سياج الياسمين النمام، يهم بتقبيلها فتفلت القبلة من فمه وتسقط على العشب محدثة رنينا أخضر، ينحني ليلتقطها فتضحك، ذلك أن القبل الساقطة كقطرات المطر سرعان ما تجف. ريح للحزن نافذة في القلب سيدتي، وللمساءات أشعار ومصباح، معتق خمر أحزاني أيشربه قلبي، وفي كل جرح منه أقداح. تسافر الريح ويلي في ضفائرها، ومن يطارد ريحا كيف يرتاح. رجاء عمر أو 10 أعمار، عمر أو 10 أعمار لا تكفي يا ربي كي أشبع من صحن أنوثتها، فامنحني إياها بدلا من حورك والأنهار، أو ليست لي حرية أن أختار؟ رفيف قهوتي مرة وصباحك من عسل، تفتحين قميصك للبحر حيث النوارس غافية بعد، يندلق الموج مرتبكا فوق كفي، أمشط شعرك من مطر ونعاس، وحين تتيه المرايا تتيه يداي، فأجلس فوق الأريكة منتعشا برذاذ المطر. قصائد المطر. أيها المطر يا رسائل السماء إلى المروج، علمني كيف تتفتق زهرة القصيدة من حجر الكلام. يلعق المطر جسدك، ياه كيف لا يغار العاشق. قصائد البحر. ما لي أبحث عن البحر وهو بين أصابعي، أقصد شعرك. عندما لم يرني البحر
ترك لي عنوانه زرقة عينيك وغادرني. أكل هذه الثورات التي قام بها البحر ولم يعتقله أحد؟ لله درك يا صديقي الشاعر. لفائق مقولة مشهورة يقول: العاطلون عن الحب ينامون مبكرا. وأظننا كلنا لسنا عاطلين عن الحب، والدليل أننا ما زلنا في صحوة. الدور الآن مع فائق، فلنستمتع للشعر. أعتذر إليك يا ولدي عذرا إذا سابقت قلبي انفعالاتي، وخالفت قسوتي طبعي وعاداتي. عذرا إذا اليد جارت وهي حانية، فأغضبت ذاتي الصغرى على ذاتي. ما كان ذنبك أن تحيا بمعمعة يضيع في جوفها الماضي مع الآتي. ولدت في عالم الأحياء مغتربا، وصرت تحبو على جمر اغتراباتي. وجئت تخطو إلى دنياي مبتهجا، فلم تبادلك بالمثل ابتهاجاتي. كبرت في زمن لم تبق ساعته وقتا لمثلي لترتيب الحسابات. أتيت والعالم المحتار يجرفني نحو الغياب وينسيني أماناتي، وهاجرت سفني غربا ميممة صوب الطموحات، ما أقسى طموحاتي. ضحية كنت في دنيا مغامرتي، قصيدة لم تزرها قط أبياتي. ضحية كنت في دنيا مغامرتي، قصيدة لم تزرها قط أبياتي. اليوم أهديك شعرا سوف تقرأه يوما وتعرف عني حجم مأساتي. غدا سينبيك شعري عن محاولتي ألا يصيبك شيء من معاناتي. يأس. اليوم وفي غمرة يأسي قررت كتابة لا شيء، فالشيء الأفضل أن أصنع شيئا شعرا من لا شيء. ما أحلى الغوص بلا خوف في بحر لا يحمل ماء، والسفر الأبدي بأرض تتلاشى فيها الأشياء، وسماء تلد لأعلى ألف سماء وسماء، تتطاير فيها الكلمات كرشة عطر، وتلون أحرفها وجه النهر، واللا معقول يراودها كي تنجب شعر، والزمن الطائر نحو سقوف الموت يعاتبها عن كل دقيقة صمت تكتبها. شكرا يا فايق. مشكلة عادل أنه يجيد العبث بالكلمات. اسمعوا هذه الفقرة كما كتبها هو. يقول في إحداهن: اشطبيني من خيالك، اشطبيني من خيالك. ايش بعدها يا عادل؟ اشطبيني من خيالك واسكبيني بعد ذلك، واشعليني فيك بردا اطفئيني باشتعالك. ما هذا المعنى؟ تفضل. ما قلت لكم اني احمق. طالما تنبتين كحلوى، متى حط عصفور صوتك فوق فمي، لست أدري لماذا يجن جنون طبيبي إذا ما رأى مستوى السكري في دمي. صك إفراغ، نقل ملكية. اشطبيني من خيالك واشتهيني بعد ذلك، اشطبيني من خيالك واشتهيني بعد ذلك، أشعليني فيك بردا أطفئيني باشتعالك، أشبعيني منك جوعا واقتليني من هزالك، قامري بي واخسريني وارهني قلبي هنالك،
قامري بي واخسريني وارهني قلبي هنالك، وإذا لاموك قولي ليس يفتى بعد مالك. أطنبي دوني لعلي أتجلى في اختزالك، أكمليني فيك نقصا وانقصي حتى اكتمالك. بعثريني عنك جمعا واجمعيني في اعتزالك، شرديني فيك أمنا واحضنيني كالمهالك. نكسي أعلى جبالي وامنعيني من تلالك، جردي منك يقيني وضعيني في احتمالك. هيئي لي فيك بيتا واملئيني بارتحالك، حاربيني دون خوف واجعليني من رجالك. واسألي مني قتالي واستبدي في سؤالك، واحتمي مني بقلبي واحتويني بنصالك. ثم عودي أنقذيني وازرعي لي قلب هالك. هذه كل سنيني حفنة من حر مالك، والذي بث المرايا كي تغني عن جمالك. لو طلبت العمر عقدا لم يكن إلا كذلك. فنجان في زوبعة. لا يا صاحبي، وهي فنجان في زوبعة. لا هذا مثل ما قال لك الرجال. فنجان في زوبعة يغلي ويقضم غيظه، يغلي ويقضم غيظه. أحلامه ذابت لتصعد في شظايا أدخنة. كل الحلول تبعثرت أولم تكن قبل انتظار ممكنة. كل الدروب تضجرت أولم تكن قبل انتظار مذعنة. كل الكؤوس تنازلت عن صمتها لما رأتها غادرت كي تلعنه. فنجانها ما زال يغلي حائرا ما أحزنه. أسبوع لم يشهد سوى أفكاره المتزاحمة. أسبوع ينسج للقى أقصوصة من ذكريات غائمة. أسبوع يحلم كيف يحضن كفها ويذوب شوقا في شفاها ناعمة. أسبوع يحلم كيف يدلق جوفه الفنجان. أيوة الفنجان، لا فلا تفهموني غلط. أيوة. أسبوع يحلم كيف يدلق جوفه في جوفها ويذوق من فمها بقايا الأغنيات الحالمة. أسبوع يحلم كيف يرمي كالفوارس نفسه وسط المهالك والحروب الغاشمة من أجل أن ترضى عليه أميرة في قصرها قضت صباها نائمة. أسبوع يرعى ليله لا شيء غير عقارب الساعات تقبع واجمة. وأتت تجر حنانها ووراءها النظرات تلهث تستقي ألحانها. النادلات تسمرت نظراتهن وهالهن النرجس المحتال يحرس راضيا أوجانها. والطاولات تلعثمت أين الجميلة سوف تختار الغداة مكانها. تفاحة لم يأت موسم نضجها فتشيطنت حتى تسابق للحصاد أوانها. طاووسة ما زلزلت ندب الهوى بجمالها إيمانها. أسطورة ما أعجب التاريخ كيف أضاع ماضينا العريقة وصانها. وضعت جهاز السامسونج وفرقعت بالإصبعين الشامخين فأحضروا فنجانها متألما يبكي ويلعن حظه. أسبوع لم يخطر له أن يستفيق رنين هاتفها اللعين ويختفي بين الحشود سرابها. أسبوع لم يخطر بباله أنها لن تلمسه. ما أتعسه ما أتعسه ما أتعسه. شكرا. أود أن أنبه إلى أنه نتقبل الأسئلة بعد الجولة الرابعة إذا في أسئلة للشعراء. أيضا لن يكون دوري هنا نقل الميكروفون من شخص إلى شخص. سأحاول أن يعني أتداخل بعض الأحيان. هناك مقولات للأستاذ عدنان
هو شاعر وأيضا ناثر، وأنا في نظري أنه يعني عدنان الشاعر يغالب عدنان الناثر. أنا بالنسبة لي أستمتع هو تستطيع أن تعتبره أرض على شارعين، نثر ونثر وشعرا. سأقتطع شيء، وأعتقد أنه الأستاذ عدنان تنبأ بتويتر قبل أن يأتي تويتر، لأنه كل مقاطعه النثرية تصلح أن تكون في تويتر. يقول عدنان: من كثر اختلاف مواعيدك معي أضطر دائما أن أضبط ساعتي على عقارب أعذارك. تفضل. شكرا لأحمد. سأقرأ مقاطع قصيرة. كلما كتب رسالة إلى الوطن عادها إليه ساعي البريد لخطأ في العنوان. يا سلام يا سلام. أعرف الحياة من قفاها لكثرة ما أدارت لي وجهها. رسام قبل أن يكمل رسم القفص فر العصفور من اللوحة. يا سلام يا سلام. الشعراء الأقصر قامة كثيرا ما يضعون لقصائدهم كعوبا عالية. يا سلام. جميل جميل. أجمل ما في الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون. سننتقل إلى فايق، وفايق أيضا ناثر جيد، فهو يقول: الحب عقد كفاح وليس نكاح. هناك كتاب مشهور للراحل الكبير أنيس منصور عنوانه الكبار أيضا يضحكون، وأنا أقول هنا الشعار أيضا يضحكون، حتى لا تكون الجلسة مأساوية. هناك بعض المناكفات لبعض الأبيات والشعراء، مع الاعتذار لأمل دنقل: لا تهايط حتى لو أهدوك جيبا أو عمارة، لا تهايط فالهياط دليل ذل لا شطارة. صحيح. هي من الهياط هو كلمة شعبية تستخدم في الخليج بالضبط المفاخرة والكلام الكبير الذي لا يعكس مضمونه، مجرد للإثارة الإعلامية وربما لجلب المال. صحيح. فهذا البيت طبعا من قصيدة شهيرة للشاعر الكبير عنوانها لا تصالح. أيضا مع الاعتذار لأبي الصوفي صاحب النص الأصلي: لا تحسبوا المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. لكن هذا مناكفة أيضا: لا تحسبوا المجد بيبسي أنت شاربه، لن تبلغ المجد حتى تشرب القهر. ومن المداعبة لمدينة الرياض: حبيبة الرياض تعيش في مخاض ما بين عقل ضيق وعالم فضفاض. رياضنا تستقبل الضيوف بالغبار لكي تميز العاشقين من بقية الزوار. ما أسعد الذي يقول أن فاه فيه ماء، فنحن في الرياض في أفواهنا الغبار. إلى جدة: ما أجمل الأمطار حين لا نخشى الغرق. هذه القصيدة بعنوان يا عيد بمناسبة العيد الأضحى القادم. في القلب يا عيد آلام وأحزان، فاعبر كما عبرت للقبر أكفان. قدر الغريب بأن ينسى سعادته، فليس في الغربة السوداء ألوان. تأبى السعادة إلا أن يشاركها في فرحة العيد أحباب وإخوان. من لي بها بعد أن جفت منابعها وفارقتها حمامات وأغصان. يا عيد سلم على أهلي وقل لهم إن الفؤاد من الأحباب والهان. قل فارق الأنس قلبي حين فارقهم، ولم يعزيه إنسان ونسيان. ودعت روحي على باب المطار وما علمت أن فراق الأهل بركان. يا عيد فرت سنين العمر هاربة كأنها الحلم يستجديه يقظان.
قضيتها راكبا همي وأمنيتي، مسافرا كنت والأشعار أوطان، أتلفتها في أراضي الوهم مغتربا، كمركب تائه تنفيه شطآن. لطالما حملتني الهم أمنية، وطالما حملتني الضيم بلدان، فما استراح من الترحال لي جسد، وما استكانت إلى الإغفاء أجفان. حقيبتي أصبحت مني ومن بدني، وليس لي غير كل الأرض عنوان. انتهى الدور. أنا دائما قاسي مع عادل، لأن عادل يعمل معي في جريدة المدينة، فأخشى أن تكون شهادتي فيه مجروحة، فأنا دائما أقسو عليه، وهذا من القسوة. تفضل يا عادل. العرفج أجمل قاسي في العالم. أمي يا جماعة الخير، أمي. عشان ياخذ وقت إضافي. الأبيات الثلاثة دي. اترع كؤوس الرضا منها لآخرها، اترع كؤوس الرضا منها لآخرها، واحضن حنو الحنايا لاهثا شرها، واجعل لأمك في الأضلاع متكئا، واقصر حياتك فصا في أساورها، وعز من خلق الإنسان في عجل، ما حك جلدك خير من أظافرها. لا لا، ليس وصلك في يدي، أرجوك لا تتوددي. لا، ليس وصلك في يدي، أرجوك لا تتوددي، فمساء ثغرك منزل وأنا أحب تشردي، وفناء صدرك مسجد يشتاق توبة ملحدي، إن كنت أكفر بالهوى فإذا علام تعبدي. أبلسة. أعوذ بالله من إبليس. إبليس أم وجهي على المرآة، وخيالها أم هادم اللذات، أخرجت من جيبي يدي فلم أجد نورا، وذابت في الظلام عصاتي، سفر وقلب والحقيبة بعضها بيدي، وبعض يجمع العبرات، قيد شظايا دفتر وقصيدة ثكلى تكفن جثة الأبيات، أرجوحة وجحا يدق بهمة مسماره نعشا بلا سكرات، ويفوح خنجر صوتها عصفورة تدمي مخالبها رغيف سباتي، ويمر سوسنها فأضرم أضلعي لهبا، ويرمد في المساء رفاتي، حورية عاثت صلاحا في دمي، خضبت حنانا بالنقاء لغاتي، حورية ثملت بشعري وارتوت من طهرها ونقائها صلواتي، تركت لدي جراحها مسلولة فعقرت بعضي، وامتطيت شتاتي، وطفقت أجرع في طلاها أدمعي، وأحيك من أنفاسها زفراتي، وأنام أحضن بعدها متألما، فتثور في وجه الكرى كلماتي، وأسل ريشة أسطري متوشحا جرحي، فتصرخ غيلة مرآتي. إبليس أم شخص وأبلسه النوى، وحنانها أم هادم اللذات. حتى لا أحد يلومني في حب أستاذنا عدنان، يقول عدنان: أدخل دورة المياه مفكرا بدورة المياه، أسحب سيفونها فتنجرف الأفكار الفاسدة، وأخرج طليقا كأن رؤوسنا هي أيضا بحاجة إلى دورة مياه. تأويل: يملونني سطورا
ويبونني فصولا، ثم يفارسونني ويطبعونني كاملا ويوزعونني على المكتبات ويشتمونني في الجرائد وأنا لم أفتح فمي بعد. نصوص مشاكسة قليلا. الحلاج: أصعدني الحلاج إلى أعلى تل في بغداد وأراني كل مآذنها ومعابدها وكنائسها ذات الأجراس، وأشار إلي: احصي كم دعوات حرة تتصاعد يوميا من أنفاس الناس. لكن لا أحد حاول أن يصعد في معناه لا رؤياه ليريه ما عاث طغاة الأرض وما اشتط الفقهاء وما فعل الحراس. لم ترى ربك إلا بالنصل وبالدم، وأنا أبصره في الكلمة، في النغمة، في زرقة عينيها واليم. يا هذا الفان، يا هذا الفان، ولتنظر كيف تحاور ربك والشيطان. أكثير أن تتعلم كيف تحاور إنسان؟ آيات نسخت آيات وتريد لرأسك أن يبقى جلمودا لا يتغير والسلام. تلاعب الأستاذ الكبير الشاعر عدنان باللغة ذكرني ببيتين لأبي فتح البستي يقول فيهما: يروق لي من حبيبي خاءات 5 بها يعلو ويفتخر، الخصر ناحل كجسمي في محبته، والخد والخال والخيلاء والخفر، إذا نظرت إليه افتر مبتسما عن 10 قد حواها خده العطر، طلع أقاح صباح بارق برد شهد لجين رحيق لؤلؤ زهر. تفضل يا فندم. شكرا جزيلا. هذه إحدى التجارب التي مررت فيها أيضا، وهي تجربة التماهي مع أو المؤاخاة بين الرسم بالكلمات والرسم بالريشة، فاخترت لوحات مشهورة وأيضا لوحات من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين السعوديين. أتمنى أن تكون هذه التجربة ناجحة. مع كل لوحة يرافقها بيت، بانتظار الدكتور فواز. فاللوحة الأولى: أقبل فيك أحلامي ونفسي فأنت اليوم تكرار. بالله 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 يا عابر الطريق، لا سوري، هذه: بالله يا عابر الطريق خذ هذه الزهرة الصفراء. عفوا يا أيوه. بالله يا عابر الطريق خذ هذه الزهرة الصفراء لنستطيع العيش والبقاء. أقبل فيك أحلامي ونفسي فأنت اليوم تكرار لأمسي. طأطأت رأسي للحياة لأنه لم يقوى حمل الذكريات. بنيتي لا تقلقي، حضني سكن، بيتي وطن، فالناس خارجه رموني للزمن. الود جسم رأسه الورد، ويفوح منه الوصل والوجد، والبحر في صحرائه الزرقاء كالغيم يحضن واحة الأحساء. متكئا على عكازة السنين يسير هذا الشيخ نحو حلمه القديم ليختم المشوار فوق قمة الحنين. ستظل تركض في متاهات السواد ما دمت محصورا بتفكير الجياد. هذه يدي ممدودة ومضيئة وسط الظلام، خذها وخذني إننا قبسان من نور الغرام. أراقبك والبحر في عيني يكاد يغرق الحنين، والباب صار قطعة من الأنين. هل يستطيع الحب أن يعمي عيون العاشقين عن ما تشوهه خيانات السنين؟ لا تشعل الشموع يا حفيدتي، إني أحب رؤية الآمال في الظلام.
هذه ثلاثية الانتظار لإدوارد مونش: لن يغفو القمر، لن يصحو النهار، حتى تجيء بالحبيب الريح والبحار. لا تسمعي لوم الظنون، فربما تأتي النوارس بالأماني قبل أن تبكي العيون. متردد ما بين أن أنهي انتظارك أو أظل كما أنا حلم جميل. سأصيح في الصمت الذي قتل الفضاء وحول الشفق البريء إلى غيوم من دماء. الصمت أعذب الغرام، ففيه تقرأ العيون ما تخطه القلوب. نامي، فهذا الحب مثل النجم لن يأتي إليك، سينير قلبك غير أن طريقه صعب عليك. حبيبتي، قد تسقط الأيام من أعمارنا، لكن سيبقى حبنا معلقا في متحف الحياة. بحر من الضباب يحول بين الحب والأحباب. هذه مرة ثانية: بالله يا عابر الطريق، خذ هذه الزهرة الصفراء لنستطيع العيش والبقاء. وأقبل الشتاء بالبياض والصقيع، فاشتاقت الألوان لانتفاضة الربيع. لا تبكي يا أماه من مرضي ومن أحزاني، فأنا على ثقة بأن الله لن ينساني. سفن وبحر داكن وخراب، هذه الحياة إذا مضى الأحباب. أمام كل هذه العواصف السوداء لا تملك الأوطان والألوان إلا الانحناء. لو كنت أعلم ما العواقب ما نطقت، لو كنت مثل الكلب مخلوقا مطيعا ما صلبت. لوحة السلفادور دالي. طبعا هذه ما هي بلوحة، صورة أعتقد آخر صورة. أتعرفني، اللي هو أنا يعرفني. أتعرفني، أتعرف ظلك الممدود في صحراء أحلامك، أتعرف يا أنا كم صرت مشتاقا لأيامك. شكرا دكتور فواز. شكرا دكتور فواز. كان الشعر رسما بالكلمات، فجعله فائق رسما باللوحات. الجولة الأخيرة والكلمة الأخيرة مع حبيبنا وشاعرنا عادل، ولكن أرجو أن لا يستغل عواطفنا تجاه والدته، حفظ الله أمه وأمهاتنا جميعا. طيب أبويا. بين إثمي وارتكابك، عنوان المجموعة الشعرية اللي صار. في غيابك راودتني كل كف عن خضابك، في غيابك راودتني كل كف عن خضابك، غادرتني كل ذكرى لم تجد عطرا تسجى فوق جيدي من ثيابك، رابطت حيرى شياطين الثواني عقربا تحبو طوافا بين صبري واحتسابك، كرمة تبكي سرابا بين نهيي واجتنابك، زلة ترجو عقابا بين إثمي وارتكابك. في غيابك سافرت حتى الأماني ثم عادت لي تغني، ويشجابك من بلادك لا بلادي ويشجابك. يا سميري شاخت الأحلام في نبضي، ودوى في عروقي صمت بؤسي، ليس ما يأتيك مني غير يأس، ارتدى صوتي قميصا وامتطى الأشواق عيسا، كي يصلي ركعة لله وترا عند بابك. أستاذ أحمد منعني من الإطالة في التقديم القصائد، بس هذه
لأنها من الشعر الإخواني، والشعر الإخواني شعر جميل، وبعض الشعراء لا يحبذونه، الشعراء الكبار يعتقدون أنه مناسباتي. فببساطة أحد الأصدقاء المقربين، لا أقصد كان طبعا أحد الأصدقاء المقربين جدا، صارت بيني وبينه جفوة في الجريدة، أستاذ في الجريدة، عشان أستغل العاطفة. يعني أنا ما غلطت في حقي، لكن زعل مني وخسرني، ما عاد يكلمني. يا ابن الناس حاولت أرضيه فترة ما رضي، يا ابن هو شوية من الدقة القديمة، ما هو طبعا زي الأستاذ أحمد العرفج طبعا. فيوم من الأيام خرجت أجيب العشاء في الطبعة الثالثة المتأخرة، قلت لعلي أستميله، هو يحب الفيمتو أبو ريال. جبت له طبعا، جبت العشاء وجبت فيمتو ووضعته له على الطاولة ومشيت. راح البيت وكتب رسالة وأرسلها لي: يا من في المساء عليه هنتو، أتحسب أنني أرضى بفيمتو؟ علاك، فأجبت فيمتو: علاك علا وإجلال وسمت، وفيك من المحاسن ما علمت، وهمت رعاك ربي في اعتقاد، وفي حبي لشخصك ما وهمت، حسبت بأنني أرضيك حقا، بغير رضاك قطعا ما حلمت، ولو دققت في أمري قليلا عرفت بأنه مما رجمت، دم قد سال من جرحي فهلا تذوق البعض مما قد كتمت، خلطت دمي بحبك فاستحالت دمائي فجأة لعصير فمت. طب القصيدة الأخيرة جاء ثامر، ابني ثامر، وأنا خارج من المستشفى، كانت مشاعل الصغيرة تدخل إلى المستشفى، ابنة أحد الزملاء عمرها أقل من عام أو مشاعل لم تخرج من المستشفى، توفيت رحمه الله. جحيم الليلة الأولى، أكتب القصيدة هذه على لسان والدتها. جحيم الليلة الأولى من غير مشاعر طبعا. ولعي عليك بنيتي، ولعي عليك بنيتي، حين الظلام يلف مرقدك الصغير ولا أراك. ولعي إذا ما الشوق خدرني، تللت الروح نحوك كي أعطرها بشيء من شذاك، فلم أجد أحدا هناك. ولعي على الأشياء حولك كلها تبكي، وكم طربت زمانا من بكاك. ولعي من لي يرد على المرايا، حين تسأل عن غيابك عن يدي، حين تسأل عن السراب المر في شفتي، عن وجع الفراغ عن الوله. من لي يرد عن الضلوع طعون تلك الأسئلة، ماذا أجيب المهدى والألعاب ثكلى، من يعزي الكوفلة، بل من يعزيني أنا، وأنا التي شوك التفاصيل الحميمة بيننا يسطو على جسدي فينهشه الوهن، وأنا التي مذ وسدوك دفنت روحي بين جيدك والكفن، وأنا أموت تقتلني العبارات الحزينة. اصبري أو أحسن المولى عزاك عام فقط، عليك بنيتي، عام قد كفاك. عليك صغيرتي، سنظل نحيا مؤمنين بعدل من خلق الوجود، لعله يوما سيجمعنا هناك بخلده حيث اجتباك. نظرا لضيق الوقت. وأيضا نشأت على أرضها أهم معارك الفكر والمدارس الفنية والأدبية، وحبط فيها الملائكة والأنبياء والشياطين، فكانت عبارة عن أصارة لكل هذه الثورات التي قادت نحو الفن أيضا ونحو الحياة بشكل أو بآخر. فكان القصيدة دائما هي
الدم المتفجر في حنايا الناس وفي روحهم، يتغرغرون شعرا. يعني يقول نزار قباني في مناسبة: لماذا تتغرغر سماء، أعتقد يحكي عن سماء سويسرا بحليب نيدو أو كذا من الشغلات، ولكن يتغرغر العراق بالشعر دائما. وأيضا جاك بيرك يقول: العراق بلد شعري. فهذه كلها عوامل يعني ساعدت على نشوء هذه التجربة الشعرية ونضوجها وفي أكثر من مكان. شكرا للإجابة الجميلة. أخ فايق، الكثير يسأل أنه رغم أنك شاعريتك ما شاء الله نضجت، إلا أنه لم يصدر لك ديوان حتى الآن، ما السبب؟ أعتقد الكسل هو السبب الأول، لكن إن شاء الله قريبا. هذه الأمسية حثتني على تجميع القصائد المبعثرة، الكلمات والأبيات المبعثرة، وستكون إن شاء الله أول خطوة لإصدار الديوان بإذن الله. بالنسبة لعادل، الكثير يسأل أنه عادل الصحفي اغتال عادل الشاعر. والله الصحافة أنت أعلم بها، يعني فعلا سنوات كل من عمل في الصحافة يعرف أن كيف أنها تذيب كثيرا من المنابع، يعني خصوصا إذا جاك في الليل اتصال من أبو حسني محجوب: يا عادل الحق تعال، لكن لعلها. أتمنى أنه الجمهور، يعني إذا في أحد يسأل، أنا شايف سلطان في عينه، هي أسئلة وليس سؤال. القوم لا صوت يعلو فوق صوت معركة القوافي والقصائد، وإذا كان لابد من شكر فلن نقول شكر، ولكن نقول إلى لقاء قريب. باسمكم جميعا أشكر أصدقائي الشعراء الذين أبدعوا هذه الليلة وأمتعونا، وأيضا نشكر الملحقية وعلى رأسهم سعادة الدكتور غازي المكي على تهيئة هذا المكان الجميل وكرم الضيافة، وأشكركم أنتم على الحضور، وأيضا حضور الدكتور أحمد التركستاني والدكتور يوسف العجاجي والإخوان اللي أتوا خصيصا لحضور هذه الأمسية من أمثالكم. أعتقد الآن أن أصحاب الملتقى لديهم كلمة أو فائق، تفضل. أما أنا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو فيصل. أعتقد هناك فقرة لتكريم المشاركين. أول حقيقة قبل التكريم، يعني ما وجدته الآن هناك مؤتمرات يصرف عليها الملايين ونجد فيها الكثير من الأخطاء. المؤتمر هذا بجهود الزملاء والزميلات المميزة فعلا. رغم ضغوط العمل، تعلمنا في الإدارة أن هناك ضغوط، رغم ضغوط العمل كانوا بابتسامتهم حاضرين، بأخلاقهم الحسنة، فلم تؤثر فيهم ضغوط العمل إلا زادتهم ابتسامة وحيوية. فشكرا لكم أستاذ رزان وجميع المشاركين والمشاركات. مجموعة انفيار الإعلامية، تفضلوا. مجموعة سعودي سنابرز، وهو أيضا عمل تطوعي من شباب مبتعثين لديهم موهبة في التصوير الفوتوغرافي، ويقومون بعمل يفوق حتى الشركات التي لديها خبرة وقديمة في المجال. الأستاذ عبد الله القبيع، الأستاذة مها عقيل، الدكتور سعود كاتب، الأستاذ سعيد العمودي، الأستاذ أنس جمعة، الأستاذة فطيمة بوهاني، الأستاذة حنان الجندي، الأستاذ عمرو علي، دكتورة مروة عقيزة، الدكتور طلال مغربي، الدكتور محمد السليمان، الأستاذ أمير رعيان، الأستاذة سوسن طه،
يعني كان في شغل كبير جدا على هذا الملتقى، ونادي الإعلاميين ما قصروا جميعا، ولكن نادي الإعلاميين اختار أو حب إنه يكرم من كان له الدور الأكبر في تنظيم هذه الفعالية، وهي الأخت رزان بكر، وتستاهل يعني تحية كبيرة وتشجيع كبير. كل يدك فوق راسها. كما كان بالأمس تنافس بين المهنيين والأكاديميين، احنا كنا أمس في الانفيار في تنافس مع شخص تعلمنا منه الكثير، والأستاذ بسام البريكان، أيضا شاعرنا اللي أمتعنا اليوم جدا الأستاذ عدنان الصائغ. كلمة شكر كبيرة وعظيمة لمستضيفين لهذه الأمسية، الملحقية الثقافية السعودية بلندن متمثلة في الدكتور أحمد سيف الدين، المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالملحقية الثقافية. بعد هذه اللحظات الشاعرية الجميلة التي عشناها معكم سويا في هذه الليلة الجميلة التي كانت من فعاليات الملتقى الطلاب الأول لطلاب وطالبات الإعلام العرب الذي ينظمه النادي الإعلاميين السعوديين هنا في لندن، نرحب بكم في هذه الدقائق والأستاذ الشاعر عدنان الصائغ. مرحبا بك. أهلا وسهلا، سعيد أيضا أنا في هذا اللقاء معكم ومع الأصدقاء والشعراء والطلبة. أستاذ عدنان، عشنا معكم الليلة جميلة جدا، يعني ليلة شاعرية بكلماتكم الرائعة. وصفكم لهذه الليلة؟ هي ليلة تعط رحالها في الغربة، لكن تبقى مشبعة بالحنين للوطن، لأوطاننا العربية هناك، حيث الشمس والذكريات والأصدقاء. نحن خرجنا من الوطن منذ سنوات بعيدة، لكن أنا أيضا سعيد وأنا أشوف هذه الكوكبة من الطلبة وهم يتميزون في مجالات عديدة، في الإعلام والميديا والكمبيوتر والإنترنت، وأيضا وجدت مواهب جميلة جدا. واختتمت هذه الفعاليات باليوم الجلسة الشعرية مع الشعراء اثنين وأنا كنت معهم، وكانت قراءات متنوعة ضجت بالحنين للوطن، وأيضا بهذه استذكارات هذه الليلة بما حملته من شجون ومحبة وذكريات. وهي دائما هكذا اللقاءات تفتح نافذة للروح اللي تطلع على أحبابها في الوطن وفي أهمية هكذا لقاءات التي تجمع الطلاب والطالبات العرب؟ هو جسور تواصل جميلة ومضيئة لمحاورة الآخر. عندما تحاور الآخر تكتشف كأنك تقرأ بكتاب. دائما الإنسان يمشي على سطح هذا الكوكب وهو كتاب مفتوح، فعليك أن تقرأه وتتصفحه وهو يقرأك ويتصفحك. هذه اللقاءات هي تجمع بين هذه الكتب المتناثرة على أديم الكون، وتواصل المعرفة وتلاقح الكلمات والأفكار، وبالتالي تتيح فرصة للتواصل الجميل، وأنه تكون هناك علاقات وتبادل للخبرات والمعارف. وأنا أيضا شهدت يعني البارحة في جامعة سوس، واليوم هناك أيضا لقاءات جميلة كانت بين الطلبة وبين الشعراء وبين أساتذتهم، أيضا نوع من تبادل خبر، نوع من الاستشارات، نوع من الأشياء. هذه كلها تدعم عملية التطور. الإنسان لا يتطور دون الانفتاح على الآخر والمعرفة والسؤال، والسؤال هو مفتاح المعرفة البشرية دائما. أستاذ عدنان شاعرنا الكبير، هل ممكن تهدون قناتكم قناة انفيار وهي قناة الطلاب المبتعثين حول العالم بعض الأبيات؟ سأقرأ مما لم أقرأه في الأمسية حتى لا تتكرر. سأقرأ قصيدة حنين. لي بظل النخيل بلاد مسورة بالبنادق، كيف الوصول إليها وقد بعد الدرب ما بيننا والعتاب، وكيف أرى الصحب من غيبوا في زنازين أو كرشوا في الموازين أو سلموا للتراب. إنها محنة بعد 20 أن تبصر الجسر غير الذي قد عبرت، السماوات غير السماوات والناس مسكونة بالغياب. العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يتئد كلما انفتحت نصف نافذة قلت والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل
تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طغاه. صح. هنا قصيدة اسمها أبواب. أطرق بابا أفتحه لا أبصر إلا نفسي، بابا أفتحه أدخل لا شيء سوى باب آخر، يا ربي كم بابا يفصلني عني. صح لسانك أستاذنا الكبير، شاعرنا من العراق الأستاذ عدنان الصايغ. تسلم، أنا سعيد أيضا بلقائكم، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا بكم من جديد. نستضيف بهذه الدقائق سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن سيف الدين تركستاني، المشرف على الشؤون الثقافية والإعلام والعلاقات في الملحقية الثقافية هنا بلندن. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي عبد المحسن، و BMVR يعطيكم العافية. صوت المبتعث. يعطيكم العافية دكتور. استضافة رائعة ومشكورة من الملحقية الثقافية هنا بلندن لهذه الأمسية الرائعة. مشاعركم بهذه المناسبة؟ طبعا أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا بهذا اللقاء أن يعقد في الملحقية الثقافية السعودية في لندن، بعد أن تكرم الأستاذ الدكتور غازي بن عبد الواحد المكي الملحق الثقافي بالإذن بعقد هذه الأمسية وهذا النشاط الذي نفرح بأن نرى مثل هذا النشاط يقام، خاصة من مجموعة من المبتعثين، ونحن واثقون بأنهم يؤدون واجبهم التعليمي على ما ينبغي، وأن هذه إضافات أخرى تصقل شخصياتهم وتضيف لهم أبعاد وتعين على أداء رسالتهم في المجتمع من خلال أمثال هذه الأنشطة. سعادة الدكتور، دور الشؤون الثقافية والإعلام والعلاقات في الملحقية الثقافية في الربط بينها وبين الطلاب المبتعثين هنا في بريطانيا. أولا، هذه الإدارة عمرها أقل من 3 أشهر، فهي وليدة، ولكنها في واقع الأمر لديها طموحات كبيرة وآمال عريضة في أن تتواصل أكثر. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تواصل من قبل، ولكن نريد أن نعزز هذا الجانب كثيرا. صحيح أن الملحقية الثقافية تهتم بالجانب التعليمي بدرجة كبيرة، تهتم أيضا برعاية هذا الطالب منذ أن يبدأ قبوله في وزارة التعليم العالي في المملكة، وإلى أن تطأ قدماه بريطانيا أو أيرلندا، يهتم به ويرعى حتى تنتهي بعثته الدراسية ويعود سالما غانما إلى أرض الوطن. بالتأكيد هناك كثير من الأمور التي ترعى في هذا الجانب، لكن أيضا واحد من القضايا والأمور التي ينبغي أن نهتم بها، كما هو الحال في كثير من الملحقيات الثقافية، هو هذا الجانب. والحمد لله هناك جهود كبيرة بدأها زملاء سبقونا في هذا المجال، بدءا بإصدار المجلة الثقافية، وكذلك التواصل مع المبتعثين والمبتعثات. النوادي التي ترعاها الملحقية نوادي الطلاب السعوديين، والتي بلغ عددها 45 في بريطانيا، وأيضا تشرف عليها إدارة الشؤون القانونية والاجتماعية في الملحقية. نحن نهتم أيضا بتفعيل الجانب الثقافي بشكل أوسع، كل ما يتعلق بالنشاط الثقافي والحراك الذي يزيد من توسيع أفق الطالب، وأيضا يبني العلاقات بيننا وبين المؤسسات في بريطانيا، ونحاول أن نستفيد أكبر قدر من بقائنا في هذه البلاد، وأن ننقل أيضا إلى هذا المجتمع ثقافتنا، وأن نستفيد مما في هذا المجتمع لننقله أيضا إلينا وإلى مجتمعنا. هذا التفاعل الحضاري أمر في غاية الأهمية، ولذلك نركز بإذن الله في المستقبل على هذا، وهذا لن يكون إلا بأن نتواصل مع عقول وقلوب إخواننا وأخواتنا المبتعثين والمبتعثات الذين نثق بقدرتهم الكبيرة. بالمناسبة هناك عدد كبير منهم في الدراسات العليا وأيضا في مرحلة البكالوريوس. رأينا نماذج رائدة وقوية في شتى المجالات، مما يبشر بأمل واعد لبلادنا، والحمد لله. الآن هذه البلاد السعودية تحت قيادتها الراشدة بفضل الله تقود هذه المسيرة العلمية التي وسعها وبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
وفقه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية. كل هذه لها تأثيرات كبيرة. نحن نعلم عدد الطلاب المبتعثين الموجودين في خارج المملكة، بدءا بالولايات المتحدة ثم في بريطانيا. بريطانيا تمثل الشريحة الثانية الأكبر لهؤلاء المبتعثين الذين يقتربون الآن من 19,000، وإذا ضم إليهم المرافقون وأفراد الأسر سيصلون إلى قرابة 30,000. هؤلاء يحتاجون دائما إلى الرعاية والعناية، لكن نحن بتواصلنا الثقافي معهم بأن نتفاعل، وبخاصة أن وسائل الإعلام الآن ووسائل التواصل الاجتماعي قوية بفضل الله ومهيئة في جميع أنحاء العالم. أظن أنها فرصة عظيمة لأن نتواصل في هذا الجانب، وأنا أعتقد أن وجود أيضا MVR باعتبارها نشاط ذاتي غير ربحي يسعى إلى محاولة أيضا إعطاء صوت للمبتعث، صوت وطني، صوت مخلص، صوت يحمل الأمانة الملقاة على عاتقه. هذا أمر في غاية الأهمية، ونرجو أن نوفق جميعا في هذا الجانب نحن ومن يعمل من زملائنا الطلاب والطالبات في هذا الميدان. سبقتني دكتور في السؤال عن MVR، وهي المولود الجديد كذلك كما هو مولودكم الشؤون الثقافية والإعلام والعلاقات. كلمتكم كأستاذ إعلام، الدكتور أحمد له باع طويل في مجال الإعلام وهو أستاذ الإعلام سابقا في جامعة الإمام. مولودكم الجديد MVR، قناة MVR، كلمتكم لها. أولا أنت أخي عبد المحسن كنت من قوى صلتي بMVR منذ أن كنت في جامعة الإمام في الرياض، حينما جئت وزرتني وأجريت لقاء عن تجربتي في الابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية. وكنت قد سمعت حينما كنا في بعض قاعات وسائل الإعلام عن هذا الجهد، عن صوت المبتعث وراديو صوت المبتعث الموجود في بريطانيا. سمعت عنه من بعض الطلاب، بدأت أبحث حينما ولد، وكما تفضلت هو الآن لم يتجاوز عامين حتى الآن. أنا أعرف أنه ولد في العام الماضي 2010 كراديو، والآن ولد بقناة مرئية. أنا أرى بأن هذا الجهد المبارك إن شاء الله سيثمر ثمارا طيبة. نحن نقول لإخواننا وطلابنا: امضوا على بركة الله، أعينوا إخوانكم، افتحوا لهم المجال، شريطة ألا يؤثر هذا على الأداء العلمي الذي جاء من أجله الطالب. نحن طبعا نفرح بأن يكون عندنا أنشطة أخرى، لكن نؤكد كثيرا على مسألة إعطاء الأولوية للدراسة والنجاح فيها والتفوق، لأنها هي الأساس الذي جاء من أجله الطالب. إذا كان هناك أشياء توسع من مدارك هذا الإنسان، تعطيه خبرة في الميدان وتقوده إلى تجربة، هذا شيء يرحب به ويعتبر رافد من روافد بناء هذه الشخصية. وأرجو لهذه القناة المرئية وأيضا الصوتية كذلك كل النجاح والتوفيق. شكرا دكتور. لازلنا متواصلين معكم أيها المشاهدين والمشاهدات في لقاءات مستمرة. معنا في هذه الدقائق الدكتور سعود كاتب، أستاذ تكنولوجيا الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز في جدة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. دكتور، عشنا ليلة جميلة أمس شاعرية هنا في الملحقية الثقافية بلندن. تعليقكم ومشاعركم تجاه هذه الأمسية؟ أعتقد كانت أمسية جميلة جدا وكنا محتاجينها، يعني بعد اليوم الطويل الجميل برضو اللي عشناه أمس، اليوم الإعلامي، كنا محتاجين حاجة كده تخفف عننا شوية. أعتقد أنها كانت أمسية جميلة جدا، استمتعنا كثير بها. جميل دكتور. بعد يوم طويل بالأمس شاق استعرضت فيه كثير من الأبحاث والدراسات وكذلك بعض الأفلام الإعلامية. ما الذي راق للدكتور؟ كيف رأى التواصل بين الطلاب والطالبات الإعلام العرب؟ كيف وجد هذا العمل في ختام فعاليات هذا الملتقى المبارك؟ أعتقد أنه أكثر حاجة لفتت نظري هو أنه المجهود أصلا مجهود طلاب. يعني إذا استطاع طلاب الإعلام أنهم يقوموا بمجهود زي هذا، مجهود منظم، مجهود أحضروا فيه أسماء كثير معروفة، مجهود كانت الأبحاث المقدمة فيه من دول عربية كثيرة، يعني حوالي 7 أو 8 دول عربية. كل المجهود هذا
تم بطريقة منظمة. أعتقد أنه هذا الشيء اللي بعث في نفسي الأمل وخلاني بصراحة مبسوط كثير أني أشوف الطلاب هم اللي بيعملوا الشيء ده وينجحوا في عمله. معناها أنا مطمن إن شاء الله على الإعلام العربي. وزي ما قلت أمس أنه بوادر ربيع إعلامي عربي إن شاء الله. جميل. ونشكركم دكتور لتقبلكم باستضافتنا استضافة نادي الإعلاميين السعوديين هنا في بريطانيا، وتصاعد يعني مجيئكم هنا من المملكة العربية السعودية. ودنا أن تبلغ سلامنا وتحياتنا لأحبابنا في وطننا الكبير المملكة العربية السعودية. بالتأكيد الشكر لكم، أنتم اللي بذلتوا المجهود، أنتم اللي نظمتم، أنتم اللي اشتغلتم. حقيقي بشكركم من كل قلبي. يعطيكم العافية دكتور، فرصة لكم. شكرا لك. معنا في هذه الدقائق الأستاذة مها عقيل، مديرة تحرير مجلة المنظم. أهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا، شكرا. بعد يومين حافلين في الملتقى السنوي الأول لطلاب وطالبات الإعلام العرب، كلمتكم بنهاية هذه الليلة الشاعرية الجميلة. الحقيقة نهاية ممتازة وختامها مسك زي ما يقولوا. أمسية شعرية جميلة جدا، خفيفة ظريفة، غنية بالمشاعر والخواطر والأفكار اللي تأخذ الشخص إلى بعيد، يعني إلى واقعنا، إلى عالمنا، إلى حقيقة وجودنا في الحياة. الحقيقة نشكر الملحقية الثقافية السعودية على استضافتنا هنا وفتحها أبوابها لنا كعادة الملحقية وكعادة حكومتنا المملكة العربية السعودية. دائما يفتحوا الأبواب والقلوب لأبنائهم في الخارج. وأهنئ النادي أو نادي الإعلاميين السعوديين على جهودهم وعلى التنظيم، ورغم أنه يعني أول مرة ورغم بعض الأخطاء اللي حصلت، لكن أهنئهم فعلا على نجاحه وعلى ما بذلوه من جهد وعلى النتيجة الجميلة، خصوصا في الأوراق التي قدمت كانت قيمة ومفيدة، فأهنئهم عليها. قناة MVR قناة كل المبتعثين حول العالم، كلمتك في لهذه القناة؟ المبتعثين يعني هم سفراءنا في الخارج، وأتمنى دائما أنهم يكونوا مرآتنا في الخارج، ودائما يرفعوا راسنا ويقدمونا بأحسن صورة، وخاصة في الغرب، ونحن نعرف الصورة السلبية أحيانا في ذهن الغرب. فأتمنى أن هم يكون هذا الموضوع يعني حاضر دائما في ذهنهم، وأنهم يقدمونا في أفضل صورة. شكرا دكتور أستاذة مها، ويعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.